السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تونا في المطبخ وتوتة عالية على الفيس. والنهاردة الفرخة دي هنشويها النهاردة في الإزازة، وزي ما انتوا شايفين هنخلي الجلد زي ما هو بعد ما نغسله كويس. ودي الخلطة بتاعتنا: معلقتين صلصة، معلقة خل تفاح، معلقتين صويا صوص، معلقة عسل أبيض أو عسل أسود مفيش مشكلة ومش هيعمل طعم يا جماعة. وهنحط التوابل اللي انتوا عايزينها، حتى سماق وحتى ملح وحتى فلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وزعتر وجنزبيل. انتوا عايزين تحطوا اي توابل تانية او تشيلوا اي توابل تانية، دي حاجة بتاعتكم انتوا. ولازم على الاقل تبات ليلة في التتبيلة ديت. اوكي، بوريكم الازازة اهو اللي انا هعمل فيها ان شاء الله. وجينا تاني يوم اهوت وحطينا الازازة في صينية وحطيناها. لازم نملوها مية يا جماعة، لازم الازازة تتملى مية والصينية فيها مية ونحطها في الفرن. وكل يعني ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا نص ساعة على حسب الوقت نقعد نلف فيها كده. ودي الفرخة بتاعتنا. ايه رأيكم؟ والله اختراع وتحفة. وما تخافوش، الازازة مش هيحصل لها حاجة، بس المهم تملوها مية. ودي كانت وصفتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.